السلام عليكم. معافين ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه. الاخصائيين طبعا بيوقعوا فوق. انا والله جيت على العيادات تحت ما لقيت حدا. هون الشعبة مره. تسمحوا لنا بكم سؤال؟ قديش استنيتوا عند الدور لحتى وحصلتوا على الورقه؟ كل شهر. متى يجوا الدكاتره بالعاده؟ 10 أو 9:30. طيب شو مصلحة المخلوقة عم تجي وتحكي شيء شافته احنا لا جايين، بس بدنا نعرف الواقع لحتى نحاول نحسن الواقع. بس نفس الشيء الجولة اللي بتمشي صفر بيمشيها الاخصائي بيمشيها المقيمات. شراشف ما في، الحمامات عم ينشروا، حتى التحاليل كلها برا عم يعملوها. اي بالمشفى مين مسؤول الامداد؟ والنيسيتامول ما في. اي دواء بيقرب على الانقطاع بيرتفع انه اخي هذا الدواء، احنا كمان الوزاره ما بتعرف امتى حينقطع هذا الدواء. فاذا الموظف المسؤول عن انقطاع السيتامول اذا ما نرافع كتاب قبل بفتره انه الدواء هذا حينقطع الفتره القادمه، هذا تصرف غير مهني ولا وفي يعني اجراءات بحقه. اول شيء انا اعتذر بشكل شخصي من حضرتك ومن اي مريض يعني صار في اي تقصير. معلش اتذكركم اقول حضرتكم ان شاء الله عم تقوموا بالواجب. يعني الجولة بكل وضوح كان الهدف منها الاطلاع على الواقع بشكل مباشر. يعني دوام الموظفين يبدأ الساعة 8:30، والأطباء المفروض يعني بعد ما يقوموا بالجولة في المشفى المفروض بينزلوا على العيادات الساعة 9 صباحا. أنا كنت تقريبا 9:15 موجود بالعيادات. التمريض كان موجود جزء منه، وتقريبا الساعة 9:05 بدأ بعض الأطباء بيوصلوا. حكينا مع المرضى موضوع الدور، موضوع تنظيم الدور، يعني هذا أيضا من اهتمامنا. حبيت بشكل شخصي يعني أشوف الواقع كيف عم يمشي، واقع المريض لما يجي على العيادة شو مشاكله وشو عم يعاني. سمعنا لبعض هموم ومشاكل المرضى. نحاول إن شاء الله يعني طبعا مدير الصحة سيد مدير الصحة الدكتور وائل كان موجود، مدير المشفى موجود. نحاول إن شاء الله الشكاوى المحقة أو الشكاوى اللي نستطيع نحلها بتكون من أولى اهتماماتنا. سمعنا شكاوى أخرى يعني عن أمور خارج العمل الطبي، موضوع يعني لا تخص العمل الطبي، ولكن إن شاء الله وضع البلد إن شاء الله يعني يكون بتحسن مستمر بإذن النفيس. إن شاء الله في هذا الأسبوع راح نأمن أجهزة غسيل كلية جديدة. كان في إحدى المريضات جاية من محافظة أخرى، يعني على وصفها الموضوع يعني بعد ما أمنا 15 جهاز الأسبوع الماضي أو الفترة الماضية في تحسن جيد وملحوظ. إن شاء الله نحاول نأمن أجهزة جديدة ونحسن الواقع والوضع أفضل وأفضل إن شاء الله. حضراتكم مقيمين جدد ولا سنوات مختلفة؟ يلا ما شاء الله الهمة عالية. ما هيك يجي العلم، تسجيل وملاحظات ومرضى وبدها شوية صبر، تراكم، أسئلة. الله يقويكم إن شاء الله. قديش انتظرتوا لحتى أخذتوا الورقة؟ ثواني. يلا خير إن شاء الله. تحملونا شوي، 5 دقائق 10 دقائق، عم ننظم أمور مشان توفر عليكم وقت بالمستقبل إن شاء الله.